ما لا يعرفه البعض منكم عن الغنوشي. الغنوشي في الستينات كان موجود بين سوريا وبين مصر. وجوده في سوريا كان لسبب انضمامه إلى حزب البعث العربي السوري، اللي هو حزب علماني، وفيه بعض حتى من العلمانيين اللي هم يقربوا إلى ما يسمى بالفرنسية أتي، معناها لا يؤمن بالله. ثم من سوريا مشى لمصر وترك البعث السوري وانضم إلى القومية العربية الناصرية، وناضل 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 من أجل هذا التيار القومي العربي. من مصر عاد لباريس، وفي باريس الغنوشي معناها جاته نوع من البريز دو كونسيونس هكا، ويقول هو بنفسه في حديث تشوفوه في فيديو، وأنه في ليلة من الليالي هبط عليه الوحي ولا مسلم. ويصرح بنفسه في الانترفيو ويقول انه ما كانش مسلم، والاسلام بالنسبه لي كان حاجه معناها حاجه ثنائيه ما عندها حتى قيمه. وفي الليله هذه في سنه 1966 في ليله من ليالي شهر جويليا هبط على استاذنا الغنوشي الوحي، واصبح معناها مبعوث لنا، مبعوث باش يعاود يبث الدعوه الاسلاميه. لذلك اعتبرت ليلة 15 جون 66 اعتبرتها تاريخ جديد، صفحة جديدة في حياتي، وأستطيع أن أكتب تاريخ جديد وأقول هذا عمري الإسلامي. دخلت في الإسلام من جديد. دخلت في الإسلام من جديد، وقد يكون في هذا قدر من التشدد، ولكن عند التحقيق الإسلام لم يكن يمثل لي قبل ذلك، لم يكن يمثل ميزان أزن به حقائق الأمور. لم يكن الإسلام يعني قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، لم أكن أعيش من أجل هذا الإسلام. الإسلام كان جزء من حياتي، قد أهتم به أحيانا أو لا أهتم به، لكن ليس هو الميزان الذي أزن به أفكاري ومذهبي وسلوكي وعلاقاتي. ليس هو ما من أجله أحيا ومن أجله أموت، بل كانت القومية في الحقيقة والناصرية، لم يكن الإسلام. فمن هنا في باريس الغنوشي تتلمذ على أصحاب الدعوة والتبليغ اللي هم أصلهم باكستانيين. وعندما اللي موجودين في باريس ولا إذا تزوروا باريس تنجموا تجدوا كيفاش كان يتصرف الغنوشي مع جماعة الباكستانيين هذوما وجماعة الدعوة والتبليغ، كيفاش كان يجول ويسول السيد الغنوشي مع جماعة الدعوة والتبليغ هذوما اللي جم الباكستان في مقاهي بلفيل ومطاعم بلفيل، وياخذوا المهاجرين المغاربيين والعرب عامة بالعنف وياخذوهم للجوامع. لكن بأي حق معنا كانوا يعتدوا عليهم بالعنف معنا. خلينا من ناحية حياة الغنوشي مع جماعة الدعوة والتبليغ. دخل الغنوشي في تيار آخر في فرنسا مع جماعة الدعوة والتبليغ اللي هما من المغرب العربي، أي من المغرب والجزائر وتونس. وأصبحت هناك مافيا، معناها مافيا متاع استلاب أموال الزكاة في المساجد، اختلاس أموال اللي كانت ترصد إلى اليتامى ولا النساء، معناها العزل الهجالات كما نقولوا. فالفلوس هذه كانت تتصب معناها وتتبيض بلانشيسمون دارجون في مجازر حلال لبشري حلال معناها في فرنسا، وفي مغازات تبيع الفريبري، وفي المطاعم الصغيرة لفاست فود معناها شاورما وإلى غير ذلك. فمعناها هذه الغنوشي وقتها انتمى إلى تيار اسمه النهضة، مش حزب النهضة، معناها تيار النهضة فقط، ماهوش حزب في وقتها. وبعد ذاك معناها تم بعث الحزب كما يعرف الجميع مع شيخ نور ومع اللوز ومع حمادي جبالي مع الحبيب المكني مع سلاح كركر. على ذكر سلاح كركر، هذا من أحد باعثي حزب النهضة مع الغنوشي. وسلاح كركر اللي حد الآن موجود في الإقامة الجبرية في فرنسا. الغنوشي لم يرفع إصبع من يوم 14 جانفي إلى يومنا هذا، لم يرفع إصبعا واحد
باش يدافع على صديقه القديم صلاح كركر. الغنوشي من الناس اللي ياكل كما الارنب اللي تولد ولاده وتاكلهم. الغنوشي من الناس اللي كلا كل اصدقائه اللي بعثوا معاه حزب النهضه. عبد الفتاح مورو لوحوه على شيره. الحبيب المكري انسان نحترمه ونعرفه جيدا، انسان معناها نزيه، لانه في النهضه فما ناس نزهاء للاسف الشديد، لكن اللي بقاو اليوم في النهضه هم الناس الخبثاء الانتهازيين. الغنوشي معناها وقت جا باريس من مصر، وانه في ليله من ليالي شهر جويلية 1936 هبط عليه الوحي، فترك جانبا الايديولوجيه نتاع البعث السوري ولا المصري، القوميه المصريه بطبيعه الحال نتاع جمال عبد الناصر، وانضم الى التيارات الاسلاميه، واصبح معناه يفكر في بعث حزب اسلامي في تونس. فالغنوشي معناه انسان ماهوش واضح، انسان عنده دوبل لونجاج، عنده لهجتين. يظهر لك هكا الضحكه نتاعو الصفراء اللي معناها واحد كي راه حاشكهم يحب يرد، ومن الخفاء عنده النظره معناها اللي ماذا به ينتقم من الشعب التونسي، ينتقم من التطور اللي وصل له الشعب ووصلته المراه التونسيه. هذا شيء معناها يوجعه. في الوقت اللي هو حضر جنابه كي كان يقري قبل ما يمشي لسوريا في قفصه، كانت مرته موجوده في شنني، وكي كان يقري في قفصه كانت عنده خليله المتريس. هذا ما يمنعش، وانه اليوم هو يحب يمنع الاخرين الشيء اللي كان هو يعمل فيه كي كان يقري في قفصه. هذا بين قوسين. نمر الى اشياء اخرى. الغنوشي هو اللي يتصرف في اموال النهضه، الوحيد اللي يتصرف، هو اللي يعرف قداش فما فلوس موجوده في فرنسا وقداش فما فلوس تبيضت ودخلت لتونس. الغنوشي من السياسيين التوانسه القلائل اللي عنده معناها مرتب شهري يجيه من التنظيم نتاعو ما يقارب 5000 اورو. الغنوشي انسان معناها ذو وجهين. الغنوشي كلا اصدقائه، لكن هو الان في مأزق كبير، في مأزق كبير في حزب النهضه، لانه حمادي جبالي والشباب اللي موجودين اليوم في حزب النهضه يحبوا يحطوه على شيره. لكن برنامج الغنوشي السياسي مش يحب يولي رئيس جمهوريه تونسيه، مش يحب يولي ديبيوتي ولا وزير، اكبر طموحاته اكبر من هذا بكثير جدا. الغنوشي المتاثر بالثوره الايرانيه وبالخميني، واللي في لندن كانت تعيش فيه ايران، كانوا يمولوا فيه الايرانيين. لندن ماهيش رخيصه، معناها حتى تكلي شامبر دو بان معناها شامبر دو بون نتاع 10 متر كاري، معناها سكوت على الاقل على الاقل على الاقل 800 اورو، معناها 1,600,000 دينار تونسي. الغنوشي بامكانياته الكبيره بطبيعه الحال اللي وفرتها له ايران لاباس عليه، ما عنده حتى مشكل مادي، ما عنده حتى مشكل مادي. فبرنامج الغنوشي السياسي هو حب يصبح لنا في يوم من الايام بعد الانتخابات هذه نتاع لا كونستيتيون، وبعد الانتخابات تجي نتاع الرئاسيه والبرلمانيه بطبيعه الحال، اذا كان معناها التيار الاسلامي ينجح وتولي عنده الاغلبيه في تونس، فبرنامج الغنوشي وانه يصبح مرشد الثوره التونسيه، خميني تونس معناها. وهذا اخطر، لو كان يكون رئيس جمهوريه يكون معناها منتخب، ينجم يعدي نيابه يضطهد يعمل اللي يحب، تجي النيابه الثانيه ما ينتخبوش الناس، لا هذا يحب ينصب روحه علينا. لو جيد دو لا ريفوليسيون خميني تونس، وهذا الخطر اللي معناها نترقبوا فيه من الغنوشي.